طبعا اليوم الفطور مالتنا كل سهل وبسيط، ما راح تسوي لا تمن ولا كبسة ولا بطيخ صراحة. قطعت هاي صدور الدجاج، سويتها عليه يعني قص مال دجاج، عرفت يعني اليوم الفطور. فقلت خلي اشارككم البهارات مالتين. راح اخلي ملح، وهذه الشطة حارة، ملعقة كلش صغيرة، مال يعني نص يعني ربع خاشوقة شاي، لان كلش شو اسمه حار هندي. لان هو هنا عندي بابريكا حلوة، هنا أنا عندي بهار قاص وبهار مشكل. دائما أنا أخلي هاي البهارات لهاي الخلطة، زين يطلع يخبل القص مالتها. وراح أضيف لها دبس الرمان، طبعا نسيت هسه شفته، أضيف لها شوية زيت وأخليها يعني تقريب ساعة وأرجع لها. خليتها دبس الرمان، وطبعا الليمون نسيت أشاركه، عجزت أطلع العصارة مالته، والله وهي قريبة كلش علي تقريب. خليت لها نص ليمونة لأنه الصراحة مو زين علي الليمون، بس ضفت لها قليل. كتبولي بالتعليقات إذا تحيرون بالفطور لو لا، واليوم شلون الجو يومكم؟ احنا اليوم كلش حلو يعني الصراحة قبل شوي فتحت البانكيك، اي والله حارة، حسيت المطبخ صاير حار، يعني مو حار بس انا من النوع اللي احتر بسرعة. شوفوا بنات هسه شنو اني راح اسوي، قلت لكم اتركها اخليها هيجي، وراح اثرم بصل شوية وفلفل. هنا طبعا سويت بصل قطعة صغيرة، والفلفل هماتين قطعة صغيرة. راح اخلي عليها صدر الدجاج اللي سويته وياكم تبلته. هذول يعني اغلب العالم ما تخليه، بس انا الصراحة احبه، يعني ينطي نكهة للصاج. شي عادي اخلي فنجر وهاي. صدر الدجاج تبلته وياكم. يعني طبعا الناس حركة الطباخ هسه عليها. بدأ يبث العصارة مالته مال يعني التتبيلة. نحكيكم رش البهارات الطيبة. طبعا اليوم حاسة بالعطش كلش، ما اعرف يعني يوميا ما دا اشرب مي. شوفوا اني من تصير عندي الكلى اسم الله عليكم اقوم ما اشرب مي ابد. شنو القصة؟ اليوم لا حاسة بالعطش. اليوم قلت لكم صاج سويت، فشنو حسويها باذنجانية. طبعا كل واحد وطريقته. انا شنو سويت هنا، انا سويت بصل شراح كلش قليل، يعني شو اقول لكم كلش قليل، وفلفل هذا الاخضر هماتين، والباذنجان. طبعا هذول كلهم اقليهم انا الصراحه. وخليت خيار، اكو ناس ما يخلون خيار بس انا احبها وياها خيار، وخليت وياها تقريب نص طماطة هيجي، نص خيارة، يعني شي بسيط. ليش؟ لانه صراحة بس انا احبها، الاولاد ما يحبوها. زين، وراح اضيف لها كاتشب او دبس الرمان وصاص. ضفت لها كميات كلش قليلة، قلت راح اخليها الثانية اتبلها واعوفها بين ما يصير الفطور
إذا احتاجت يعني مثلا دبس الرمان أو كاتشب أو شي أضيف لها عادي يعني. كانت أختي تسويها كلش طيبة، أحبها الصراحة. كل رمضان يعني كل فترة تسوي لنا إياها، فكلش أحبها. اليوم تذكرتها والله الصراحة، قلت خلي أسويها على طريقتها أحسن. تعرفون يعني الصاج مثلا الكباب الشوي الهاي يحب هاي الأشياء المقبلات يعني، مو مثل تمن ومرقة. وهاي هنا نكمل الفطور مالتنا، وسلامكم العافية. طبعا يوم الفطور مالتنا كلش بسيط. قلت لكم راح اسوي صاج وشوربة، وماكو لا تمن ولا مرقة ولا ابد. سلامكم العافية حبايبي، ان شاء الله يا رب صيام مقبول منا ومنكم. عذرا من المنظر، بس قلت لازم اشوفكم هذا المنظر كليتنا ورا الفطور لو قبل الفطور. هاي السوالف، فاليوم حابة أشارككم بي. أنا طبعا شايلة الجامع مال الطباخ. ليش؟ لأن مراية، ما أحكي لكم، مراية تجون تشوفون نفسكم بيها، فالصراحة شلتها. المهم بنات، شو راح أسوي هسه؟ راح أغسل عيون الطباخ، لأن صايرة ما أحكي لكم يمكن هاي بس يومين أنا ما غسلتها الصراحة. راح أرجعها مثل هذا اللون. شوفوا هذه ما استخدمتها نهائي. طبعا أنا حتى ذولا ما استخدمهم، استخدم بس هاي الاثنين بس لأن رمضان. اي واليوم ركبت الفطور ورجعت سويت فطور للدوام مال زوجي. زين، فتعرفون بعد استعجال وهاي، فذولا ما استخدمهم. اليوم استخدمت كل الطباخ ما عدا هاي الصغيرة ما استخدمتها. هسه شنو حسوي؟ راح اغسل. هنا أنا سويت مي كلش حار. طبعا هاي مخليتها بس هاي السوالف. زين، فش راح اخلي؟ راح اضيف هذا لامن دوزي، هذه يرجعها جديدة. الصراحة اشوفكم اياها تقريبا ملعقة اكل هيج. صراحة اني مجربة بس هذه. اذا يقولون مثلا سودة وهاي يعني شي، لا اني بس هذه. هسه شنو حضيف هذا عليهم؟ راح يطلعهم جديدة. خلي واحدة فوق الأخرى وأضيفها. طبعا هاي الشغلة مو يومية أسويها، ما أكذب عليكم، بالأسبوع مرتين إذا يكون يعني طبخ هواية عندي. مثلا أسوي تفريزات شي، تعرفون هذه كله شغل. بس يومية لا، يعني مسح بهذا الكنينس يمكن غلبكم عنده من أده، بس أشوفكم إياه كلش حلو يعني بمادة المانكس. هو مانكس اسمه، ألف غلط وتعالوا تقولوا لي غلط. شوفوا بنات، ضفت لهاي الكمية على مود يطلع حلو ويلمع. شلون ايد واحدة صدق لو قالوا ما تصفق. خليتها هاي شوية فوق الطباخ. شوف اللمعة صارت بي. طبعا ما اقدر اسوي المراية مال الفرن لان تعكس، هو كليته يعكس صراحة. المهم شوفوا شلون صار نظيف وحلو ويلمع لمع. حتى واحد يشتهي هسه يسوي شاي، يسوي سحور براحته على النظافة. فبنات دائما جربوا هاي. شوفوا طلعت كلش جديدة والله، حالة حال هذيج. طبعا هاي وهاي ما سويتها الصراحة، سويت بس هذولا. هاي كل اسبوع اسويها مرة، بس هذولا لا اغسلهم، وهذولا هماتين، بس هذه لا
إذا أتركها بلا يعني لا مندوزي وهاي يصير شكلها كلش محلو. شوفتكم إياها قبل شوية. وهاي الحمد لله هسه صار كله نظيف المطبخ. الشاي عندي أهم من الفطور. طبعا يوم شهودة هي دا تغسل مواعين، فأنا قلت له راح أحضر الشاي. هذا الزيت كلش حلو بيت الصراحة. سمام. هسه نروح للصالة ونشوف شنو يطلع بالتلفزيون ونشرب شاي.